حمام بلدي. مبدئيا كده ايا كان نوع الحمام احنا بنعامله معاملة واحدة، هو بس في احجام حمام بتبقى كبيرة زي اللاحم الكينج الروماني، بياكلوا كمية اكبر عن الحمام مثلا الكشك او البلدي. بالنسبة ليه الحوصلة مش مليانة؟ لان الاكل محطوط قصادهم على طول. الحمام عنده ادراك للامور او للنظام اللي احنا بنمشيه بيه. يعني لو احنا بنأكله مرتين في اليوم، هو بيفهم ان الاكل بيتحط وبيتشال، فبياكل وبيخزن اكبر كمية من الاكل. لكن لما بيتساب قصادهم بينقي اللي يعجبه الاول وما بيملاش. هو هيملى ليه الحوصلة بتاعته؟ ما كده كده عارف ان قصاده الاكل. في سبب تاني ان يكون الحمام مصاب بمرض هو اللي منعه عن الاكل. بس لو الحمام صحته كويسة، انت كمربي ملاحظ وبينتج ومفيهوش اي مشكلة، يبقى بسبب